والآخر معرفة جيدة للغاية، وبالتالي الحوار لن تكون هناك عملية جس نبض بين مختلف قطاعات المنتخبين، ولكن الحوار سينطلق مباشرة بشكل واضح مباشرة نحو المقصود. سكوري دين وكونستانتين دين هما حكما هذه المباراة النهائية الختامية، مسك الختام لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد أنغولا 2008. لن أضيف الكثير على ما قيل في الاستوديو من الزميل مهيب بن شويخة ومحلل الجزيرة الرياضية حميد لبراوي حول مسألة الحظوظ، حول أيضا القراءة التكتيكية لهذه المباراة. نتمنى فقط أن تكون الروح الرياضية هي السائدة كما كانت في العادة بين المنتخبين كلما التقيا. أذكر أن تاريخ كرة اليد الأفريقية مطبوع طبعا بخطوط أو بجمل بارزة تونسية ومصرية وجزائرية، لأن مختلف الألقاب كانت حكرا على هذه المنتخبات الإفريقية الشمالية. وبالتالي عندما يسأل الصحفيون في الأوروبيون عن كرة اليد الإفريقية فإنهم يجيبون دائما أنها مسألة إفريقية شمالية، والمقصود طبعا بين المنتخبات الإفريقية الشمالية. بالنسبة للمباراة كما قلت سجل الفريقين أو سجل المنتخبين مليء جدا حتى على مستوى الأندية. لو رجعنا إلى مستوى الأندية، طبعا على مستوى الأندية أيضا هناك سيطرة 9 مرات لنادي مولودية الجزائر، الزمالك المصري 6 مرات، الأهلي المصري 3 مرات، وهنا نشاهد أنه سيطرة جزائرية مصرية على مستوى الأندية. لكن على مستوى المنتخبات طبعا المنتخب التونسي كمنتخب يفرض نفسه في الخارطة، وطبعا هذا يعطينا تقريبا في الميزان قبل هذه المباراة تقريبا شيء متوازي، يعني كل شيء تقريبا في بطولة العالم التأهلات إلى الأدوار النهائية يتعادل فيه المنتخبان. صحيح أن الفوز باللقب هو لتونس أكثر 7 مرات، وهذه المرة إن فاز ستكون الثامنة. بالنسبة للمنتخب المصري 4 مرات، وإن فاز هذه المرة ستكون الخامسة. ولكن طبعا هناك حوار آخر على مستوى الميدان ورمي حرة اللي فات المنتخب التونسي تمريرة طبعا نحو لاعب الدائرة عصام تاج الذي سيحظى برقابة شدة. سنتابع إن كانت هناك تغييرات على مستوى الدفاع المصري، دفاع متقدم نسبيا طبعا لأن هناك إمكانيات التسديد قوية جدا ولكن خارج الميدان قوية للغاية، وتمر جانبية عن مرمى الحارس محمد النقيب. والهدف الأول لفئة المنتخب المصري، الهدف الأول لفئة المنتخب المصري على مستوى الدائرة. جميلة جدا الحركة واستغلال جيد للغفلة الدفاعية للمنتخب التونسي من الجهة اليمنى. التفوق الآن لفئة المنتخب أمامنا، تمريرة ذكية للغاية وتأخر في المراقبة من وسام حمام، والكرة إذن في شباك المنتخب التونسي. عملية تقاطع حماد والتصل الكرة والهدف، هدف التعادل التواتي. إذن كما قلت جلال الدين التواتي هنا يرد على الهدف المصري الأول على مستوى الدائرة. والحوار إذن نشاهد الشكل الدفاعي للمنتخب التونسي، دفاع 6-0 ولكن حركة موجهة على اللاعب القادم بالكرة، وهناك تنبيه من الحكم على عصام تاج بعد عملية المسك. الصراع متواصل، محاولة الدخول، عملية تقطع كرة وهجمة لفئة المنتخب التونسي. تبقى لفئة المنتخب التونسي هناك مخالفة تعلن بسرعة. التواتر الأول والتسديدة جميلة ولكن بعيدة على حارس المرمى مروان مقايز. تعود الكرة لفئة المنتخب التونسي. طبعا عندما نتحدث عن هذه المباراة النهائية تصبح الأخطاء طبعا كل خطأ بقيمته، كل كرة تضيع قد تتحول إلى هدف نظرا لإمكانيات المنتخبين، نظرا لثراء السجل لدى المنتخبين المدرسة. وهنا تدخل بقوة وهناك تنبيه واضح من الحكم مباشرة، تنبيه على حسن عوض. كان هناك حسن عبد عوض إذن الورقة الصفراء. صبحي سعيد وعملية تقاطع وتسديدة
الحكم يقول تبقى الكرة للمرمى لحارس المرمى. لا، تبقى الكرة تونسية عفوا، لأن لمست أحد المدافعين. هناك رقابة دفاعية، والمنتخب التونسي لا يجد الحرية التي وجدها أمام المنتخب الجزائري، وهناك عملية مسك وحذاري لأن طبعا المسك قد يؤدي إلى الاستبعاد بالفعل مباشرة، خاصة بالنسبة للاعب الذي تلقى ورقة صفراء حسن عبدو عوض. تفوق عددي للمنتخب التونسي، 4 دقائق لعب، التعادل دائما بهدف لهدف، ليس هناك سرعة كما شاهدنا في مباراة المنتخبين التونسي والجزائري. وتسديدة والحارس ممتازة جدا، محمود النقيب بمهارة كبيرة أمامنا الإعادة، واليد اليمنى لحارس المرمى المصري تتصدى لهذه التسديدة الخطيرة من لاعب نادي مونبيلييه وسام حمام. حراس في مستوى كبير، سواء محمود النقيب أو مروان مقايز، مكرم ميساوي، كذلك وليد عبد المقصود الحارس الثاني للمنتخب المصري. التسديد والهدف الثاني لفائدة المنتخب المصري. عملية جيدة، عملية تمويه، هو لاعب نادي سراقسطة أمامنا الإعادة، تمويه بالتسديد ثم وبمساعدة لاعب الدائرة، تقدم لفائدة المنتخب المصري. سيقع التحرك الآن، عملية شبنكر، ولكن هناك رقابة دفاعية على صبحي سعيد، مخالفة 9 أمتار. الحكم يطلب مسح الأرضية، روح رياضية بين بالفعل عملية المسك والفخراني طبعا، وسقوط ومخالفة 9 أمتار لفائدة المنتخب التونسي. إلى حد الآن النسق يعني بما كنا ننتظره، تمريرة مخطئة من وسام حمام، والكرة تعود لفائدة المنتخب المصري، كانت بعيدة عن أيمن حماد لاعب النادي الافريقي، احد ابرز اللاعبين في المنتخب التونسي في الدور الاول لهذه البطوله. كان من المفروض ان تقام هذه المباراه في 10:00 بتوقيت مكه المكرمه، ولكن طبعا هناك امور بروتوكوليه. ومره اخرى وتسديده اخرى ارضيه جميله جدا، مره اخرى حسين زكي محاوله الرد من جانب المنتخب التونسي، وهناك استماتة دفاعية، دخول قوي للمنتخب المصري الآن. إذا نقصد طبعا الفاعلية الدفاعية، الفاعلية الهجومية عفوا، فات المنتخب المصري 3 أهداف مقابل هدف. المنتخب التونسي إلى الآن لم يجد الفاعلية الهجومية التي ميزته أمام الجزائر مثلا. وسليم الهدوي يدخل حماد، والهدف لفات أيمن حماد، الهدف الثاني لفات المنتخب التونسي. أول هدف من الجهة اليمنى لفات لهجوم المنتخب التونسي، 3 أهداف مقابل هدفين. المدرب عرفان إسماعيلوفيتش. أمامنا الهدف الذي سجله أيمن حماد. الآن إلى حد الآن المستوى الفني هناك تخوف، ربما هناك رقابة شديدة. ومرة أخرى على الرجل اليسرى لحارس المرمى مروان مقايز، تسديدة ذكية للغاية مرة أخرى. والدفاع مرة أخرى، تصدي جيد من اللاعب محمد رمضان. أكثر حركية الدفاع المصري، أكثر حركية الدفاع المصري إلى حد الآن، مردود جيد الدفاع المصري إلى حد الآن، لم يترك المساحات، وجميلة جدا صبحي سعيد، ولكن الحكم يرفض. هناك ربما مشي بالكرة 4 خطوات، وتعود الكرة رمية مخالفة لفات المنتخب التونسي. صبحي سعيد ينطلق، وأيمن حماد بنفس الأسلوب وبنفس التألق كبير للجهة اليسرى للهجوم المصري والجهة اليمنى للهجوم التونسي إلى حد الآن. ورقة صفراء عصام تاج، وتوصيات طبعا بين اللاعبين. المنتخب المصري متقدم 4 أهداف مقابل 3. عملية تقاطع، الأحمر سيسدد وليس الأحمر، وممتازة من حارس المرمى.
مروان مقايز، عملية ممتازة جدا من الهجوم المصري وتنتهي عند حسين زكي، لكن حارس المرمى في هذه المرة مروان مقايز في المكان المناسب. 4 أهداف مقابل 3، 8 دقائق لعب. والمحاولة من الجناح مرة أخرى، ولكن التألق لحارس المرمى أمام هذه العملية من حسين عواد. حسين عواد ربما لم يرتقي كما ينبغي، التغطية كانت جيدة من حارس المرمى مروان مقايز. هل هو أثر السقوط؟ ربما الإعادة ستبين لنا. قلنا إن سابقا أن أمامنا الإعادة، سنتابع بالضبط الانطلاق والارتقاء. بالفعل السقوط على الأرضية، ليس هناك اصطدام لا بين العواد والمدافع ولا بين عواد والحارس، وبالتالي أعتقد أن لأن الأرضية طبعا تسببت أيضا في مشكل بالنسبة للاعب المنتخب المصري منسق الألعاب حسن يسري، الذي تلقى إصابة بليغة في الدور الأول أمام المنتخب الجزائري. هذا هو حسين عواد، ليست خطيرة، سيتمكن من العودة. يعوده بلال عواد من الأهلي أيضا، والكرة مصرية الآن. ومروان مقايز هذه المرة تمريرة مباشرة، وتعود الكرة لحارس المرمى. كرة أخرى ضايعة عن المنتخب التونسي. لحد الآن الفاعلية الهجومية لفئة المنتخب المصري وكذلك الدفاعية، ولكن الحوار طبعا ما زال في بدايته. وهناك ملامسة الخط طبعا. صبحي سعيد يبحث على المساندة، بينما عصام تاج يقع على الأرضية، واعتقد الحكم سيطلب مسح الأرضية. بالفعل مشكل كبير للأرضية للاعبين من طراز عالي طبعا، ولكن معروف أن الظروف يعني هي هذه الصالة هي التي أقيمت فيها بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 85 والتي فازت فيها الجزائر آنذاك. والتسديد من صبحي سعيد، ولكن تدخل الدفاع وتبقى الكرة تونسية. وورقة صفراء لمحمد رمضان، محمد أحمد رمضان. وسام أحمد، وهناك عملية حجز مخطئة من لاعب الدائرة. تعود الأفضلية الآن على المستوى الدفاعي للمنتخب المصري وكذلك على المستوى الهجومي. المستوى الهجومي هناك ربما تقارب، ولكن على المستوى الدفاعي أفضلية للمنتخب المصري. المستوى الهجومي أيضا أفضلية نسبية للمنتخب المصري. لم يجد المنتخب التونسي لحد الآن الراحة التي وجدها أمام المنتخب الجزائري. حسين زكي، ولكن تضيع كرة وهجمة مرتدة، والمتيقظ الدفاع المصري في العودة، ومراقبة شديدة من حسين زكي على وسام أحمد. والفرصة والتألق حارس المرمى، تقطع كرة تقطع لفئة المنتخب التونسي، وفرصة، وأخذ الوقت الكافي عصام تاج. 11 دقيقة لعب التعادل، 4 أهداف مقابل 4. لم يستفد المنتخب المصري كما ينبغي من ربما عدة أخطاء ارتكبها الهجوم التونسي. وهنا ينفعل طبعا المدرب عرفان إسماعيلوفيتش، ولكن طبعا الكلمة للاعبين. أول أهداف عصام تاج إلى حد الآن. تصل الكرة، ولكنها تضيع مرة أخرى، خطأ في استقبال الكرة، والفرصة مرة أخرى، وهدف مرة أخرى. تمركز جيد لعصام تاج. عصام تاج الهدف الثاني في أقل من دقيقة. إذن التفوق يتحول الآن لفئة المنتخب التونسي، ولكن المباراة إلى حد الآن لم ترتقي إلى السرعة التي كنا ننتظرها ونترقبها. 5 أهداف مقابل 4. مراقبة على لاعب الدائرة، والفرصة لا، يفضل التريث وأحسن. هناك عملية دفع، وأعتقد تنبيه
على أيمن حماد الذي أجبر على القيام بذلك بعد طبعا هناك مسك واضح على الفخراني. هاني الفخراني لاعب نادي فوكس برلين في البوندسليغا، لاعبان في المنتخب المصري يحترفان، هاني الفخراني وحسين زكي، بينما القائمة طويلة من المحترفين التونسيين في الدوري الفرنسي. والمراقبة أشد الآن، مراوغة، لا، تغطية من جديد، والدفاع يتصدى، الدفاع يتصدى، وسليم الهدوي يشجع نفسه وزملائه بهذا التصدي، طبعا لأن المنتخب المصري نجح في مناسبتين عن طريق حسين زكي في التهديف، أو 3 مرات بالتهديف خارج 9 أمتار، وهذا ما لم نشهده في مباراة تونس الجزائر. ومرة أخرى من نفس الطريقة الحل الفردي، أحمد الأحمر، خروج من الجناح، وذكية جدا من هذا اللاعب الممتاز إلى حد الآن، يعدل النتيجة 5 أهداف مقابل 5. تسديدة مباغتة تفاجأ الدفاع وحارس المرمى التونسي مروان مقايز. 5 أهداف مقابل 5. نشاهد الشكل الدفاعي للمنتخب المصري، عملية شفنكر وتقاطع، دخول سليم الهدوي كلاعب دائرة ثاني، وكرة تضيع، ولكن هناك عمل تدخل مرة أخرى من محمد رمضان، ومحمد رمضان ربما يخاف لأنه كان تلقى ورقة صفراء قبل ذلك، عليه أن يحتاط. سليم الهدوي ينطلق، والأيمن حماد، إذن 1-1، ولو أن الشكل يختلف نسبيا. أيمن حماد يتألق، وهذا ما يفسر عندما تحدثت في البداية عن هناك توازن، هناك نقاط قوة في الفريقين، هناك تشابه كبير في الفريقين. ربما ما سيفرق بينهما هو ربما التحكم في عدد الأخطاء، وربما اللحمة الجماعية ودخول بقوة، لا، ولكن هناك قبلها خطأ لفئة الأحمر، أحمد الأحمر يشكل طبعا نقطة من النقاط التي حسب الخطة الدفاعية للمنتخب التونسي عليها مراقبة كبيرة. سليم الهدوي نشاهده يلعب على مستوى 9 أمتار، وتنبيه من الحكم على سليم الهدوي، ورقة صفراء. وسليم الهدوي طبعا مهيأ للعقوبة بهذه الورقة الصفراء، طبعا لأنه مكلف بمراقبة أخطر لاعب في المنتخب المصري على مستوى التحرك. الأحمر ينطلق، يبحث عن المساندة، لم يجد المساندة، وطبعا تردد، والحكم يمنح مخالفة لفئة المنتخب التونسي. رويدا صبحي سعيد، المنتخب التونسي، ومباشرة التواتي، ورغم تدخل الدفاعي التواتي إذن يرفع الكرة بالنقيض. جميلة جدا من اللاعب جلال الدين التواتي أمامنا، طبعا رغم الحركة التي قام بها اللاعب بلال عوض لمحاولة التأثير، ومن حسن حظه أن الحكم لم ينتبه. جلال الدين التواتي إذن الهدف الثالث، كرة أخرى ضائعة من الهجوم المصري. الدقائق القليلة الأخيرة أصبح مردود المنتخب التونسي أكثر تركيز من البداية، بينما المنتخب المصري على المستوى الهجومي أضاع عدة كرات، وطبعا دفعت ثمن في تلك الكرات. كما قلت، الأخطاء كل خطأ بحسابه في هذه المباراة، لأن هناك لاعبين ممتازين في الفريقين، وهناك إصابة، هناك يد وصلت، ولكن لا أعتقد أنها مقصودة. عصام تاج، لا، ليست مقصودة، ونضرب فيها اللوم. شاهدنا اليد هي في الواقع يد حسين زكي، بالفعل يد حسين زكي هي التي وصلت، محاولة تخطيط الكرة ومسك الكرة. وكذلك هناك لاعب مصري هو الفخراني، والأرضية، والله الأرضية يعني بصراحة مشكل كبير، نتمنى أن لا تتسبب في إصابات بليغة للاعبين سواء في المنتخب المصري أو المنتخب التونسي، لكن هذا هو نصيب المنتخبين المصري والتونسي، اللعب في مثل هذه الظروف. ومفاجأة من صبحي سعيد،
لاعب ممتاز هذا اللاعب، لاعب يعوض معوض هيكل مقنم. عندما أقول معوض هيكل مقنم أقصد وليد بن عمر الذي أصيب في بداية هذه البطولة ولم يقدر على العودة، وبالتالي يزج به المدرب حسن فنديتش. صبحي سعيد الآن المنتخب التونسي متفوق بفارق 3 أهداف. نقصت حدة المنتخب المصري، كثرت الكرات الضائعة مثل هذه الكرة التي سددها محمد إبراهيم عبد السلام في الواقع، يعني تسرع نوعا ما هناك ربما، وحذاري أيضا هنا من عملية المسك من محمد رمضان. المنتخب التونسي رويدا سعيد وكادت تغالط مرة أخرى الحارس النقيب، كادت تغالطه، والكرة الآن هجومية لفئة المنتخب المصري. المنتخب المصري حاليا يبحث عن الرد، لا يريد أن يترك المنتخب التونسي يهرب في النتيجة طبعا حتى لا يحصل ما حصل للمنتخب الجزائري. حسين زكي تغطية على لاعب الدائرة، وحسين زكي أحمد الأحمر يبحث عن المساندة، عملية تغطية جيدة من عصام تاج وسليم الهدوي. ولا هذه المرة الحارس مارون مقايز في المكان المناسب. وقعت مغالطته في مناسبتين، كرة تضيع وتبقى لحارس المرمى مقايز. كرة أخرى مصرية ضائعة وفرصة، ومباشرة عصام تاج في الانتظار. 9 أهداف مقابل 5. قلت أن المنتخب المصري كرر بعض الأخطاء التي استفاد منها المنتخب التونسي. يلعب بأكثر تركيز الآن المنتخب التونسي، وطبعا أمامنا الفاعلية على مستوى الهجمات المرتدة. الهجمات المرتدة طبعا سلاح قوي جدا. 18 دقيقة التقدم لفئة المنتخب التونسي، والمراقبة متواصلة من سليم الهدوي إلى أحمد الأحمر الذي يقوم بعملية التبادل مرتين. سيسدد واضحة، ولكن التدخل من الدفاع. شاهدنا لو تسنح الإعادة تدخل سليم الهدوي الذي يعبر عن فرحته بالتصدي. نشاهد أحمد الأحمر يعطي الكرة ثم يختبئ، وتسديد والفرصة، والكرة خارج، ورمية جزاء لفئة المنتخب المصري. أول رمية جزاء في هذه المباراة لفئة المنتخب المصري في الدقيقة 19. بالفعل وسام حمام كان داخل خط الدائرة، ورمية جزاء إذا مستحقة. فرصة لتسجيل الفارق. حسين زكي طبعا وجها لوجه مع مروان مقايز. الحارس ليس من حقه التقدم أكثر من 4 أمتار مسموح بها، ولا مقايز ينجح إذن. مروان مقايز إذن يؤثر نفسانيا ربما على حسين زكي، لأنه تقدم فات الخط ثم ربما أفقده التركيز. وأول رمية جزاء وفرصة أخرى تضيع على المنتخب المصري لتسجيل الفارق. بينما يدخل أنور عياد في الجناح الأيسر للمنتخب التونسي. نشاهد عملية طبعا تغيير مراكز بين وسام حمام وصبحي سعيد. الغرض منها طبعا تغيير رقابة الدفاع المصري. وتواتي ويستغل الكرة وسوء تغطية من الدفاع المصري. إذن رغم تألق حارس المرمى حماد النقيب، الدفاع لم يقم بالتغطية، وجلال الدين تواتي مرة أخرى ينجح من الجناح الأيمن. 10 أهداف مقابل 5. 20 دقيقة لعب، ويدخل حسن يسري. حسن العائد من الإصابة رقم 19 أمامنا، على يديه الكرة الآن، وتمريرة مخطئة، ولكن هناك تدخل من عصام تاج، والكرة تعود لفئة المنتخب المصري. توصيات من المدرب عرفان إسماعيلوفيتش إلى لاعبه محمد إبراهيم عبد السلام
الأحمر والكرة تبقى والهدف من زاوية مغلقة. أحمد الأحمر أو مصطفى محمد سيد. بالفعل سيد ممتازة هذه الكرة على القائم الأول، حركة جميلة جدا. 10 أهداف مقابل 6 بعد فترة طويلة من البقاء في الهدف الخامس. المنتخب المصري إذن ينجح في تسجيل الهدف السادس. الهجوم التونسي الآن، وكرة تعود لحماد النقيب، ولكن الحكم يقول الكرة خرجت وتعود لفئة المنتخب التونسي. إشارة الحكم واضحة، المدافع أخذ الكرة من خارج الملعب. تبقى الكرة إذن تونسية. صبحي سعيد والحكم يترك الأسبقية، وأيمن حمال يضيف الهدف الحادي عشر. 11 مقابل 6. 9 دقائق تفصل على نهاية الشوط الأول بدون سرعة كبيرة، بدون تألق يعني على المستوى التكتيكي. المنتخب التونسي بهدوء كبير متقدم بفارق 5 أهداف. يعني ليس هناك سرعة أو تسرع، وليس هناك تألق كبير على المستوى الفريقين في الواقع إلى حد الآن. هناك مباراة تكتيكية وتألق الدفاع، وكرة تمريرة ورائية، ولكن طبعا تلمس كرة رجل المدافع المصري أو لا هناك الكرة تعود لفئة المنتخب المصري. إشارة الحكم. وشاهدت ماذا شاهدنا؟ ما هو القرار؟ هل هناك استبعاد لمدة دقيقتين؟ بالفعل حسن يسري يعني لعب لمدة قليلة. حسن يسري كان أصيب كما قلت في مباراة المنتخبين المصري، ولكن الكرة لفئة المنتخب المصري. الكرة لفئة المنتخب المصري إذن، والمنتخب المصري في نقص عددي الآن. هل سيستغل المنتخب التونسي هذا التفوق العددي؟ ومروان مقيز يتألق هذه المرة. تسرع من المنتخب المصري في الواقع. والقائم والهجوم الآن لفئة المنتخب المصري. الهجوم لفئة المنتخب المصري، والكرة فرصة، والهدف هدف السابع لفئة المنتخب المصري. وهناك إصابة مروان مقيز وإصابة أيضا أعتقد الفخراني ومقيز، كلاهما في الأرض. هل هناك اصطدام بينهما؟ هل هي الأرضية؟ لست أدري، ربما الإعادة. ونتمنى أن يعود اللاعبان أمامنا الإعادة. هذه ساعة الكرة الأولى التي اصطدمت بالعارضة ثم هجمة مرتدة. لا، ليس هناك اصطدام بين اللاعب والحارس. لا، ليس هناك اصطدام، وإنما الأرضية كما نشاهد. يعني عذاب خاصة لحراس المرمى واللاعبين الذين يسددون مع الارتماء. يعني عبارة وكأنهم يلعبون على رصيف. يعني بصراحة أكثر من لاعب اشتكى. الحارس سليم الزهاني، حارس آخر لديه تاريخ مع المنتخب التونسي، مستعد. وبالفعل شاهدنا الارتطام بالأرضية. هاني الفخراني. يعني لو ربما كانت المباراة على أرضية رملية لكان أفضل. 11 مقابل 7، أقل من 8 دقائق تفصل على نهاية الشوط الأول. المباراة النهائية وعملية تقاطع، أول مرة عملية تقاطع ناجحة، ووسام حمام يجد الإمكانية للتسديد بكل حرية. أرضية صعبة جدا على حارس المرمى حماد النقيب. 12 مقابل 7، يحافظ المنتخب التونسي على فرق الأهداف الخمسة. والدفاع والأحمر
مخالفة، رمت 9 أمتار لفئة المنتخب المصري، وورقة صفراء لوسام حمام. ورقة صفراء لوسام حمام. ما زال المنتخب المصري وكرة تضيع، لكن تبقى لفئة المنتخب لفئة أحمد الأحمر. كرة مصرية ويكتمل عدد لاعبي المنتخب المصري. يعود حسن يسري وبذكاء كبير الهدف الأول الذي يسجله اللاعب حسن يسري. حسن لاعب نادي الزمالك أمامنا. جميلة جدا العملية. وهنا يذكرنا في لعب التنسيق الممتاز للمنتخب التونسي سابقا خالد عاشور، نفس هذا الأسلوب. 12 مقابل 8. أيمن حماد وعملية مسك ضد لاعب الدائرة وهجمة مرتدة لفئة المنتخب التونسي ودخول بقوة ضد المهاجم. أخطأ حسن يسري، أخطأ طبعا، واضح دخول بقوة على وسام حمام الذي عرف كيف يتصدى. هجوم معاكس يضيع إذن على المنتخب المصري ولا تغيير في النتيجة. تغيير بين المراكز بين صبحي سعيد ووسام حمام. وهناك لاعب هل هناك عملية دفع؟ ربما يطلب الحكم مسح الأرضية. أي ليس هناك عملية دفع من فخراني. طبعا مباراة من أجل التتويج المنتخب التونسي. وتسديدة قوية للغاية من أيمن حماد. ربما الجميع كان يتوقع عملية تقاطع بينه وبين وسام حمام، لكن قوية للغاية ولا لوم على حارس المرمى أيمن حماد. إذن الهدف الخامس، نسبة 40% من أهداف المنتخب التونسي سجلها أيمن حماد إلى حد الآن. وكرة تضيع مرة أخرى. أخطاء يعني لا تغتفر. المدرب إسماعيل إيرفان إسماعيلوفيتش إذن يغير، يدخل حارس المرمى وليد مقصود، حارس شاب ممتاز تألق في الدور نصف النهائي. عملية تقاطع متواصلة. أيمن حماد يبحث على وسام حمام، عصام تاج، وعملية مسك. والحكم ماذا يقرر؟ وخروج لمدة دقيقتين. خروج لمدة دقيقتين. أعتقد مصطفى محمد السيد أو الفخراني أو بالفعل هاني الفخراني. إذن ومرة أخرى المنتخب المصري في نقص عددي. عملية المسك واضحة إذن لا نقاش فيها. هل يستفيد المنتخب التونسي ونحن على بعد أقل من 4 دقائق من نهاية الشوط الأول؟ صورة من الصالة. تضيع هجمة مرتدة لفئة المنتخب المصري وجها لوجه، والهدف التاسع لفئة المنتخب المصري. 13 مقابل 9. إذن في نقص عددي المنتخب المصري بهجمة مرتدة، ولكن الرد يأتي مباشرة من أنور عياد الجناح الخطير لنادي تولوز الفرنسي، ويرد بذلك على هذا الهدف من اللاعب حسن عواد بسرعة. إذن 14 مقابل 9، لا تغيير في الفارق. 5 أهداف متمسك بها المنتخب التونسي. المنتخب التونسي حامل اللقب يبحث عن لقبه الثامن. المنتخب المصري وصيف صاحب حامل اللقب إذن يبحث عن تتويجه الخامس على المستوى القاري. وفرصة من الجناح وبحركة فنية ممتازة. مصطفى محمد السيد
يسجل الهدف العاشر. جيد المردود المصري الآن في نقص عددي. محاولة فتح الدفاع المصري وبدون أي مشكل. وسام حمام على بعد 9 أمتار، يعني لا نقاش عندما لا يتصدى له الدفاع. وهناك تنبيه من الحكم على مدرب المنتخب المصري عرفان إسماعيلوفيتش. هذا هدف مصطفى محمد سيد، وهنا سنشاهد الهدف الأخير لوسام حمام. صعب خطير جدا وسام حمام عندما لا يلقى من يقارعه على المستوى الدفاعي أو يزعجه ويقلقه على المستوى التسديدي. أقل من دقيقتين المنتخب المصري يبحث على تبديل الفارق، يريد الخروج على الأقل، عملية مسك الكرة ويسري إذا يعود مخالفة 9 أمتار لفئة المنتخب المصري. طبعا مضطر المدرب عرفان إسماعيلوفيتش إلى إقحام حسن يسري لأنه بحاجة إلى من ينسق الأمور. نشاهد أن المنتخب التونسي لديه صبحي سعيد يقوم بالتنسيق كما ينبغي، والمنتخب المصري بحاجة إلى حسن يسري. دقيقة ونصف تفصلنا على نهاية الشوط الأول. أمامنا الإعادة، خروج إذن لمدة دقيقتين. ونقص عددي للمنتخب التونسي الآن، وخروج الكرة أو هناك وقت مستقطع أعتقد بطلب من مدرب المنتخب المصري. وقت مستقطع بطلب من مدرب المنتخب المصري عرفان إسماعيلوفيتش. طبعا التوصيات، يريد المدرب أن يستفيد من الوقت المستقطع. يستأنف اللعب، لم يعد في عمر هذا الشوط الأول الكثير. وطبعا الجمهور الأنغولي يؤم هذه الصالة، وهو في انتظار مباراة السيدات بين أنغولا وكوت ديفوار في الدور النهائي. مباراة من المنتظر أن يفوز بها المنتخب الأنغولي المسيطر على المسابقة النسائية. الأحمر سيسدد، وممتازة جدا، تسديدة ممتازة جدا، بهدوء يقترب ويسدد ويذلل الفارق إلى 4 أهداف. إمكانيات كبيرة في التسديد. يغالط اللاعب التونسي سليم الهدوي، الرقيب سليم الهدوي إن صح التعبير. التفوق العددي يمنح المنتخب المصري فرصة مراقبة وسام حمام، والحوار يتواصل. وهناك الآن وقت مستقطع بطلب من المدرب التونسي، 1-1 طبعا. الحوار التكتيكي يتواصل بين الفريقين وبين المدربين، نفس المدرسة. وأفضل هدف إلى حد الآن أيمن حماد، وهو الساعد الأيمن للمنتخب التونسي، بينما تتوزع بقية الأهداف بنسب متقاربة. بداية كانت قوية للمنتخب المصري، لكن فيما بعد وبعد سلسلة من التردد والأخطاء عاد المنتخب التونسي ليأخذ الفارق. والهجوم دائما
هو أفضل ما يمكن مشاهدته في كرة اليد. هذه إعادة للأهداف. الجميع طبعا على أعصابه. مباراة نهائية، مباراة نهائية. وعصام تاج طبعا 35 ثانية تفصل على نهاية الشوط الأول. سيحاول التسديد ولكن ما زال الوقت، يعني 30 ثانية. ووسام حمام رغم الدفاع، بينما التواتي يبقى طريح الأرض. ماذا حدث لا ندري. هل هناك استداء أو عصام تاج؟ التواتي أعتقد. أمامنا الإعادة. هناك احتكاك ولكن ربما تكون هناك إصابة. ربما تكون هناك إصابة. وسام حمام هو الذي أصيب. وسام حمام هو الذي أصيب طبعا. كنت أتصور أنه جلال الدين تواتي، ولكن يعود حمام. يعود حمام. 16 مقابل 11. 25 ثانية أمام المنتخب المصري لمحاولة تبديل الفارق. 20 ثانية الآن. محاولة ارتكاب المخالفة من طرف الدفاع التونسي، وتنبيه من الحكم على اللاعبين صبحي سعيد ومصطفى محمد سيد. ثم 18 ثانية. من سيتحمل مسؤولية التسديد؟ وأحمد الأحمر. ممتازة جدا، ممتازة جدا من أحمد الأحمر. وثانية قليلة. والحارس عبد المقصود إذن يتصدى وينتهي الشوط الأول. ينتهي إذن الشوط الأول مشاهدي الكرام بعد صراع يعني متقارب. الأفضلية فيه من حيث النتيجة لفئة المنتخب التونسي الذي عرف كيف يستغل أخطاء المنتخب المصري. فارق منطقي، ولكن أيضا هناك تألق على المستوى الفردي في صفوف الفريقين. أحمد الأحمر من جانب المنتخب المصري